عايزه اقول لكم ملحوظه يا بنات، علشان دي امانه في رقبتي برضو. لما تيجوا تغيروا الفرشه عايزاكم تسيبوا المكان متهوي زي 5 دقايق، لانها بتعمل عفار كده وممكن يبقى غلط على صدره. وكمان عايزاكم ان شاء الله باذن الله لما تيجوا تغيروا الفرشه ما تنقلوش الفراخ من مكان لمكان، لان دي درجه حراره معينه واللي انتوا هتنقلوها فيها درجه حراره تانية. ممكن تبقى درجه حراره اقل وكده ياخدوا برد، وبرده هتبقى دروب وحش قوي في النص. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا لو ما نقلتهمش زيي، او لو هتنقلوهم في مكان تاني يبقى نفس درجه الحراره، وتحافظوا قوي قوي وانتوا بتنقلوهم في حاجه متغطيه. ولو انتوا في غنى عن الموضوع ده كله، ممكن تفرشوا نصها بالراحه كده من غير ما تعفروا، وبعدين ترجعوا الفراخ في النص اللي فرشتوه، وبعدين تفرشوا النص التاني برضو من غير ما تعفروا بالراحه كده، وبعدين تسيبوا المكان مفتوح زي ما انا سايبه اهو. سبته مفتوح شويه متهوي اهو، وبعد كده هقفله يعني بعد 10 دقايق او 5 دقايق. ما تخافوش، مش هياخدوا برد ولا حاجه، احسن ما تكتموا عليهم بالتراب. انا طبعا قلت اقول لكم المعلومه دي علشان ما فيش حد يعمل حاجه وتبقى دي امانه في رقبتي وابقى انا الغلطانه. طبعا الدوره دي اي حد بيتابعني او اي حد بيعمل زي ما انا بعمل، ده امانه في ايديا، ودي حاجه انا لازم اقول لكم عليها. وطبعا انا هعمل لكم فيديو تاني عن يعني بعد ما الدوره تخلص، في بقى الفيديوهات اللي انا كنت مصوراها قبل كده، هعمل لكم بقى اللي هو دراسه المشروع والكتكوت بكام، وتعرفوا الفرز الاول ازاي والفرز التاني ازاي، والكتكوت على يوم ايه بيبقى كام كيلو. كل حاجه عايزين تعرفوها عن الفراخ البيضاء انا اصلا بجهز لكم الفيديو ده، بس مستنيه لاخر الدوره علشان اديكم كل المعلومات تبقى فعلا حقيقيه لاخر الدوره. ويا ريت لو افدتكم بحاجه بسيطه حتى تعملوا لايك واشتراك في القناه بتاعتي، لان ده بيشجعني ان اقدم لكم كل جديد. وكمان لما بتعملوا لايك بترفعوا الفيديو فبيوصل لناس غيركم، فناس غيركم بتستفاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.